السلام عليكم وخير الكلام. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بأحبتنا الكرام الدائمين معنا، وأهلا وسهلا بكل جديد. تفضل معنا، نتمنى أن القناة تعجبكم وتنال رضاكم. نبدأ على بركة الله. درس اليوم هو لكل واحدة وواحد مبتدئ في ماكينة الخياطة، لازم يتعلم الخطوات اللي رايحين تشاهدوهم معنا من الأول، هكذا ما راحش يوقع في المشكل ويسهل عليه العمل بماكينة الخياطة. لازم كل واحد مبتدئ أو كل وحدة مبتدئة اشترت ماكينة الخياطة GMC أو غيرها من الماكينات، لازم يتعلموا الخطوات الأولى، هي تركيب الخيط والإبرة وملء الخيط وعمل الزيكزاك وغير من الأعمال اللي لازم ولا بد أن يتعلمهم كل واحد فينا. يلا نبدأ على بركة الله. لاحظوا هنا عندنا الخيط الأسود. الخيط الأسود راحين تشاهدوا طريقة تركيب الخيط للخياطة. تذكروا أن الخيط الأسود رايحة نظهر لكم طريقة تركيب الخيط للخياطة وكيف راح تكون الطريقة. أما الخيط الأبيض رايحين تشاهدوا مع بعض طريقة ملء الخيط. لاحظوا في الكانات، رايحين يكونوا طريقة الخياطة مع ملء الخيط مع بعض، لكن راح نظهر لكم العمل خطوة بخطوة. هذه كبة الخيط السوداء اللي تشاهدوها. لاحظوا رايحين نقوموا بتركيب الخيط للخياطة، هي الأولى. نبدأ بتركيب الخيط. لاحظوا في الثقب الموجود في هذا العدال الصغير، الجهة اللي أمامي، نركب الخيط هكذا، راح يساعدني في الخياطة كي لا يخرج الخيط بكثرة. لاحظوا الآن ننتقل هذا العمود، نركب في الثقب الأول، من بعد ننزل نركب الخيط في الثقب الثاني، من بعد ننزل الخيط لاحظوا إلى الأسفل. لاحظوا أدخلنا الخيط في المساك، من بعد لفينا الخيط على العدال أو لا طونسيون، لازم يكون من الداخل مش من الخارج. من بعد نصعد الخيط إلى الفوق. لاحظوا هذا يسحب الخيط من عدال الخيط أو من لا طونسيون، يشبه الأصبع يجذب الخيط. الآن ننزل الخيط للمساك الثاني، من بعد ننزل إلى الأسفل. يوجد فوق الإبرة ثقب. لاحظوا ندخل الخيط في الثقب الموجود فوق الإبرة هكذا، من بعد ننزل للإبرة. ركزوا جيدا، الإبرة لازم تركب هكذا من الأمام مش من الجنب، لازم يكون شق الإبرة تشاهديه أمامك، شق الإبرة تركيبها الصحيح يكون مقابل لعندك، وتركبي الإبرة مباشرة من الأمام للبنات اللي ما يعرفوش. الآن الكانات لاحظوا لنملئوا فيه الخيط، طريقة كيف راحين نجعلوه داخل المكوك هكذا. نسحب الخيط داخل الشق الموجود في المكوك أو في البورت كانات، من بعد نسحب الخيط تحت. لاحظوا تحت هكذا في الشق، من بعد نسحب الخيط تحت القطعة الحديدية اللي تشاهدوها، ونخرج الخيط من الثقب الصغير. الآن رايحة نجعل البورت كانات أو المكوك داخل الجوزة أو الشاريو. لازم نبقى ماسكة البورت كانات أو المكوك بالطريقة اللي شاهدتوها هكذا. من بعد نحاول نجعل المكوك داخل الجوزة أو داخل الشاريو. البورت كانات لازم تكون داخل الشاريو، ولازم نسمع صوتها لما تحدث هذا الصوت. من بعد نقوم بإخراج الخيط الموجود في الأسفل، في المكوك أو البورت كانات، لازم نخرجه بهذه الطريقة هكذا. من بعد نرجع لطريقة ملء البكرة أو الكانات.
لاحظوا الخيط الأبيض راح نستعملوه للملء، هكذا راح تفهموا شرح الدرس. أولا موجود الثقب اللي في الجهة الثانية، نركب الخيط بهذه الطريقة في الثقب الموجود من الجهة الثانية، لأنه الجهة الأولى ركبنا فيها الخيط الأسود للخياطة. لاحظوا هكذا، من بعد نلفوا على عدال الخيط هذا أو لا طونسيون اللي تشاهدوها، نلفوا مرة واحدة، من بعد نلف الخيط بدل من إننا نستعملوه داخل الثقب نلفوا على البكرة أو على البورت كانات، على الكانات بهذه الطريقة هكذا، كي لا ينفتح. المبتدئات راح يسهل عليهم لأنهم يبقوا يعني يحشروا في الخيط داخل الثقب ويبقوا يعني يتقلقوا، هكذا أسهل طريقة. من بعد أوضعيه في المكان هكذا، من بعد نسحب هكذا ونتركه للملء. ملاحظة، نتأكد أنه الخيط يعني مش مشدود حتى ينقطع الخيط أو لا تدور البكرة أو الكانات، لازم يكون مرتخي الشيء القليل، هكذا راح يدور وأنا نقوم بالخياطة في نفس الوقت. إذا شاهدتي أنه يخرج الخيط بكثرة ما عليك إلا تقومي بشد عدال الخيط الساقع. يلا نبدأ الآن. حنفتح الأقفال ونهيئهم لعمل الزيكزاك أو السيرجو. أول شيء نقوم بفتح الأقفال الموجودة الفوق، من بعد ننزل للقفل الأسود يعني العراض ليعرض الغرزة، نصعد يعني العراض، من بعد نقوم بشد الأقفال فوق، يعني نعمل في الرقم يعني الثالث أو الرابع أو الخامس اللي حبيت أنا، يعني العرض اللي نريده. بهذه الطريقة نبدأ العمل. رايحين تشاهدوا الطريقة كيف نعمل الزيكزاك وفي نفس الوقت نملأ الخيط، وأنا نعمل راح يعني تمتلئ البكرة أو الكانات بالخيط، وأنا نعمل في العمل تاعي عادي. ركزوا معايا هنا للبنات اللي تسأل دائما تقول لك لما أبدأ الخياطة أو بين داعي يعني نقطة الانطلاق دائما القماش يبتلع في الثقب الموجود يعني في ماكينة الخياطة وما يحبش يعني يبدأ الخياطة ويتعبني. هنا لازم نعمله نص سنتيم يكون خلف الإبرة قبل ما نبدأ العمل، من بعد ننطلق يعني الطلقة الخفيفة ونرجع للخلف، من بعد نرجع للأمام ونكمل العمل سواء في الخياطة أو في الزيكزاك، هكذا ما راحش يوقع لي يعني الحادث اللي دائما يحدث للبنات. من بعد نكمل عمل الزيكزاك. شاهدوا نعمل طرف القماش في الشق، يعني في شق الصباط أو البوت أو يعني الدواسة. المهم بناتي الحبوبات يفهموا، إذا وجدت الخيط يخرج الفوق بكثرة في البكرة أو الكانات نرجعوا للفوق، هنا لازم نقوم يعني بالشد، ما نرخيش، لازم نشدوه كذا ما راحش يخرج بكثرة، ونعمل العمل تاعي في الأسفل هكذا، يعني نقوم بعمل الزيكزاك. نرجعوا لازم يكون قماش في شق يعني البوت أو الدواسة، ولازم عيني دائما على البكرة. ممكن تعمل خطأ، هذا ما راحش تعمل خطأ، نتركها تملأ وانا نقوم بالخياطة. لاحظوا هذا هو الزيكزاك أو السيرجو، يعني يخرج رائع جدا مثل ما شاهدتم، ما يعمل لك حتى مشكل، لازم تتعلموا فقط. لاحظوا البكرة يعني قريب تمتلئ وأنا أعمل، هذا اللي واجب عليكم تتعلموه. ركزوا جيدا. نرجعوا لهنا، قربت لكم العمل، تشاهدوا الطريقة كيف. لاحظوا ندخل طرف القماش هكذا لعمل الزيكزاك أو السيرجو بطريقة سهلة وطريقة يعني ممتازة في العمل، ولازم يكون لاحظوا نصف سنتيم أو سنتيم يكون خارج وخلف الإبرة، يعني وراء الإبرة كي لا تبتلع القماش. ونركز على بناتي يعني العمل كي تفهموا، ونكرر لكم دائما الشرح.
لاحظوا ننطلق وندفع للخلف نساعدها هكذا ونعمل، ما نبقاش يعني نضرب الإبرة في مكان ونخاف من الإبرة حتى نوجد أنه الثقب ابتلع القماش في الطرف، وأنا من التخوف تاعي عمري ما حنتعلم. الآن نفتح الأقفال ونحولها للخياطة، الأقفال فوق وينزل العراض ونحولها للخياطة. من بعد نقوم بشد يعني لا طونسيون أو عدال الخيط، لأني رخيته في الأول للزيكزاك والآن راح نقوم بشده للخياطة. وحتى يعني البرغي أو الفيس الموجود في الأسفل لازم حتى هو نلفه أو ندوره كي يعدل الغرزة ويرجعها للخياطة. الآن هنا رايحين تشاهدوا طريقة عمل بوين داغي أو نقطة الانطلاق. دائما نسبق السنتيم للخلف هكذا، يعني نفس الحكاية، وننطلق بدون خوف. ننطلق ضربة للأمام وضربة للخلف، من بعد نرجع. لاحظوا نرجع هكذا بدون خوف كي لا تنفتح الخياطة، وننطلق مباشرة بدون خوف. الآن نقوم بخياطة الجالون أو يعني دونتيل يكون غليظ أو أي شيء يكون يعني للتزيين يكون غليظ. شاهدوا الطريقة كيف رايحين نقوم بالخياطة في الأماكن اللي تكون خشنة أو غليظة. وكنت مثلا العراض حولته إلى الطرز، ما نقدرش نستعمله نفتحه يوميا، راح هكذا نضيع العراض. لاحظوا نقوم بالخياطة عادي، نرفع البوت أو الدواسة الشيء القليل يعني بالإيد بدون يعني استعمال عراض الركبة، وننطلق سهل جدا. لما نوصل للمكان الخشن يعني ترفض الماكينة تخيط المكان الخشن أو يعني تتوقف عن المشي أو عن الخياطة، هنا نرفع الدواسة الشيء القليل بإيدي بدل من العراض، لأني العراض فتحته وتركته لعمل الطرز كي لا يعني يفسد من الفتح والغلق للنساء اللي تعمل طرز كثير. لأنه لو استعملتي يعني كل يوم تعملي الطرز، في الغد تقومي بالخياطة يعني فتح غلق فتح غلق، هكذا راح تضيعي يعني العراض. من الأفضل تستعملي هذه الطريقة. لاحظوا لما نوصل للمكان الخشن نساعدها بهذه الطريقة هكذا وتمشي يعني الماكينة عادي. للبنات اللي يبعثوا لي دائما ويسألوني يقولوا لي ماكينة الخياطة يعني صعيبة، ويعني لا تخيط في المكان اللي يكون غليظ وتتوقف وتبقى تضرب في الفراغ حتى تفسد يعني الشيء اللي يقوموا بالخياطة. لاحظوا توقفت يعني مش حابة تخيط ماكينة الخياطة، نساعدها بالإيد هكذا. وإذا كنت بعراض الركبة نساعدها بعراض الركبة. إذا كنت يعني مستعملة عراض الركبة للخياطة وما عندكش طرز. وهنا ما عليا إلا نقولكم نتمنى أنكم استفدتم من الدرس تاع اليوم، وإن شاء الله في الحصص المقبلة نقدموا دروس تفيدكم بإذن الله. وسلام سلام، وعلى المحبة بإذن الله نلتقي. سلام.